تخيل تبقى ماشي بالعربية وفجأة حد يخبطك من جنبك أو من قدامك. يا ترى إيه اللي هينقذك في اللحظة دي؟ الحزام؟ الفرامل؟ لا، اللي ممكن ينقذك حرفيا من الموت بعد ربنا سبحانه وتعالى هو الإيرباج. الإيرباج هو بالونة بتنفجر جوه العربية في جزء من الثانية، يعني وأنت لسه بتتخبط هي بتكون طلعت وسدت وشك وصدرك علشان ما تخبطش في التابلو أو في الدريكسيون أو ما تطيرش في الإزاز. بس الإيرباج مش بيطلع كده وخلاص. أول حاجة لازم تتأكد إنك واللي معاك لابسين أحزمة الأمان، لان نظام الايرباج مش هيشتغل طول ما انت مش لابس الحزام لانهم مكملين لبعض. وظيفه حزام الامان انه يمسكك في مكانك وقت الصدمه وقبل ما تروح باندفاع ناحيه الايرباج، لان الايرباج بدون حزام الامان ممكن تموت من قوه سرعه انتفاخها. الايرباج بتشتغل اولا عن طريق حساسات او سنسورز موجوده في العربيه. اول ما تحس ان في خبطه عنيفه بتبعت اشاره لوحده اسمها الاي سي يو او كنترول المحرك، والاي سي يو بيدي امر فوري للايرباج يفتح في اقل من ثانيه واحده. عارف يعني ايه اقل من ثانيه؟ يعني اقل ما بترمش. مش كل العربيات فيها نفس عدد الإيرباج، في إيرباج للسواق، للراكب اللي جنبك، وفي الجنب، وفي الكراسي، وفي السقف. يعني العربية اللي فيها 6 أو 8 إيرباجات بتكون معاملات الأمان فيها عالية جدا. بصوا يا جماعة، لو لمبة الإيرباج منورة في التابلو يبقى كده في مشكلة، يعني يا إما الحساس بايظ يا إما الإيرباج نفسه مش هيفتح وقت الخطر. يبقى أول ما تلاقيها منورة روح للتوكيل فورا علشان يكشف وتعرف سبب المشكلة وتحلها. ما تستهونش بالإيرباج، ممكن تبقى الفرق بين إنك تتعور أو تنجو من حادث كبير. لو بتشتري عربية مستعملة اتأكد دايما إن الرباجات فيها سليمة وملهاش هيستوري ديبلويمنت، يعني ما اتفتحتش قبل كده. وفي متخصصين كتير يقدروا يعرفوا ده بأجهزة التشخيص. احمي نفسك عشان مفيش أغلى من حياتك وحياة أسرتك. لو شايف إن الفيديو ده ممكن ينقذ حياة حد اعمل له شير، وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان توصل لك بقى فيديوهاتنا اللي هتحميك وتحافظ على عربيتك. سلام.